حاجة وزنها آلاف الأطنان، مصنوعة من حديد تقيل جدا، ومع ذلك بتطفو على سطح المية عادي جدا. ازاي السفينة مش بتغرق رغم ان كلها حديد؟ مش هو المفروض يا صاحبي ان الحديد يغرق اصلا؟ مش كل حاجة معدن لازم تغرق، ولا كل حاجة خفيفة لازم تطفو على سطح المية. الموضوع كله يا صاحبي بيعتمد على حاجة اسمها الكثافة. لو معاك قطعة حديد صغيرة وهترميها في المية هتغرق طبيعي، عشان بكل بساطة كثافتها أعلى من كثافة المية. طب ما السفينة معمولة بنفس المعدن تقريبا. السر يا صاحبي هنا مش في نوع المعدن، السر في الشكل والتصميم بتاع السفينة، وده يا صاحبي بيخلي متوسط الكثافة بتاعتها أقل من كثافة المية، وعشان كده يا صاحبي السفينة بتطفو على سطح المية. تخيل كده انك معاك كورة حديد صلبة، هتغرق طبعا، برافو عليك. لكن يا صاحبي لو عملت نفس الكورة دي بس من جواها فاضي، هتبدأ الكورة تطفو على سطح المية، او على الاقل هتغرق ببطء. نفس الفكرة بقى يا صاحبي بالظبط في السفينة. عشان باختصار يا صاحبي ان السفينة ديت مصممة بطريقة تخليها توزع وزنها على مساحة كبيرة، ومن هنا يا صاحبي بتزود كمية المية اللي بتزقها. هتلاقي الجزء اللي تحت المية عريض، ده عشان يقلل مقاومة المية ويزود استقرار السفينة، وبيساعد يا صاحبي على الطفو بشكل افضل. وفي الاخر يا صاحبي السفينة مش بتطفو على المية عشان هي خايفة، لكن يا صاحبي عشان هي اذكى في التصميم. الموضوع كله باختصار يا صاحبي بيعتمد على الكثافة وحجم السفينة وكمية المية اللي بتزقها. ولو يا صاحبي الفيديو عجبك واستفدت منه، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. وسلام يا صاحبي.